بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أهلا وسهلا بالمتتبعات الحلوات. طاجين الحلو ولكن بطريقة مختلفة ومبتكرة. بسم الله. عندنا في وعاء نحطو عود قرفة، عندنا ملعقة زبدة ولا مارغرين، شوية حبات قرنفل. هذا راح نديروه بلا زبدة، ماشي بلا زبدة، حنديروه بلا لحم. هذا طاجين بصح، طاجين حلو بصح بلا لحم. نذوبوا هذيك الملعقة تاع الزبدة حتى تذوب مليح. نضيفوا لها كاس سكر. كاس سكر هذا ماشي معمر، زعما نقصلو اصبع. اذا كاس سكر هذا واش يقابلو كاس ماء عادي بارد، بالاضافه الى كاس ماء زهر. هكذا يخرج لي العسل كتكت. اللي حب هذا العسل اللي يكون ثقيل يزيد ينقص شويه من الماء، اللي حب يجي خفيف اكثر يزيد الماء. اذا عندنا عين بقره ديجا من قبل، راني ديجا حطيتها في الماء سخون، طلعت تما شغل تنفخت شويه. سيدتي المحترمه واش نزيدو نديرو؟ عندنا شويه تفاح كان عندي في البيت، كان الموسم تاعو اصلا. انا حطينا يغلي غليه ولا زوج فقط. اذا السر الكامل راه هو كي في حشوه البقلاوه، حشوه الكاوكاو ماشي اللوز سيداتي. اذا نحطوا هذه عين بقره. يا ربي الطيب، زعما يا ربي تزرب الطيب، هي في ساعه يعني طيب صح. حطيناها هي الاولى. نرجعوا دروكا الى الحشوه نتاعنا. عندي جبت حبه بيض قسمتها على زوج، حطيت الصفار والبياض خليته على برا. اذا درت الصفار لداخل باش تحكم روحها. بالنسبه للتفاح راني بعد نضيفه في ساعه شغل طيب في ساعه. اذا درت هاك الكوبت، ما طبعتها، ما قلقت روحي، بغيت نزرب ليها ما اخلصها. هي كيما شبح الصفرة، نفس العمليه مع شبح الصفرة. تيجي محترمه واش نديرو؟ شوفوا هذا الطاجين صدقوني جربوه وعينيكم غمضين. نلوحوا هذيك التفاح تاعنا يطيب وفي ساعه يطيب، هو ما يطولش. ما نحكي لكمش على البنه، صدقوني غير نفسها هذيك البنه اللي الطاجين العادي. ومن بعد راني نصفي هذيك القرنفل كامل، راني نحيه ما نخليهش. وعلى الاخر راني نضيف شبح الصفرة. كي نبغي نقدمها نضيف حشوه تاع البقلاوه هذه، نضيفها طيب ديك المرقه تاعها برك. وهكذا. وهذا ما كان سيدتي، وانت تحصلتي على طاجين سهل ماهل. وشكرا على المتابعه.